اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده هنعمل مع بعض كوكيز بطريقه سهله وبسيطه جدا واقتصادي، والمقادير عندنا في البيت. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا بقى نبدا في المقادير كده ان شاء الله باذن الله. المقادير سهله. عندي كوبايه ونص من الدقيق، كوبايه ونص من الدقيق، نص كوبايه سمنه، نص كوبايه سكر بودره يكون منخول، رشه بيكنج باودر، وبيضايه. عندي بيضايه وكيس فانيليا، شوكليت شيبس بقى طبعا للوش. وعندي بقى هنا ممكن احط اي حاجه تانية الوان للاطفال. عندي بقى هنا هبدا اجيب طبق، هبدا انزل عندي هنا بنص كوبايه من السمنه كده زي ما انتم شايفين. هبدا بقى ان انا اضربها كده بالمضرب. لو ما عندناش مضرب كهربا ممكن نبدا ان احنا نضربها بالسلك، بس نضربها جامد لحد ما يبقى القوام كريمي زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هبدأ انزل عندي بنص كوباية من السكر البودر ويكون منخول علشان ما يكونش فيه تكتلات. هبدأ انزل بكده زي ما انتم شايفين بنص كوباية من السكر، وابدأ ان انا ارجع اضرب تاني لحد ما يبقى القوام كريمي. حطوا لايك يا جماعة، ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. عندي بقى هنا بعد ما القوام بقى كريمي كده زي ما انتم شايفين ببدأ ان انا اضرب كويس. طبعا السكر يكون افضل ان هو يكون بودر اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده لحد ما يبقى القوام كريمي وفاتح كده. ببدأ بقى انزل عندي ببضاية كده زي ما انتوا شايفين. ببدأ بقى المقادير عندي بتبدأ ان هي تبقى كريمي. ببدأ بقى انزل عندي كمان بكيس الفانيليا بتاعي. نزلت بكيس الفانيليا نزلت بكيس الفانيليا بتاعي كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى ان انا اضرب كده لحد ما القوام كله يبقى مع بعضه كده كريمي كله. زي ما انتوا شايفين. طبعا لو بالمضرب اليدوي بنضرب جامد جدا لحد ما القوام يبقى كريمي زي ما هوريهولكوا كده دلوقتي اهو. عندي بقى هنا هنزل برشة بيكنج باودر على كوباية ونص من الدقيق، طبعا يكون الدقيق منخول. هبدأ انزل عندي بالخليط بتاعي كويس، هنزل بيه كده. وبعد كده بقى هبدأ ان انا اعجن كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا بعجن كده علشان خاطر اخلي كده. بعد ما العجينه اتعجنت طبعا ده القوام بتاعي لازم تكون طريه كده شويه. هبدا بقى ان انا اقسم عندي العجينه نصين، او على حسب بقى ما انتوا عايزين. حابين ان هي تبقى كلها كده ماشي، حابين تبقى فيه بالشوكولاته ماشي. هبدا ان انا اجيب نص العجينه في طبق كده زي ما انتوا شايفين، وانزل عليها بمعلقه كبيره كاكاو خام. اهم حاجه يكون الكاكاو خام يا جماعه. نزلت بالكاكاو خام عشان طبعا يديها اللون. هبدأ ان انا اعجنها بالكاكاو كويس لحد ما الكاكاو يشرب العجينة بتاعتي هنا كده. بعد ما عملتها زي ما انتوا شايفين كده ده لونها. هبدأ ان انا بقى هبدأ بقى كده زي ما انتوا شايفين ده الشكل اهو بتاعها. هنبدأ بقى نشكلها كده زي ما انتوا شايفين كده. مهم. ده المقاس طبعا. طبعا تقدروا بقى طبعا بنبدأ بقى ان احنا نشكلها كده ونحاول ان احنا نخليها كلها قد بعضها كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى ان انا زي ما بقى حاولوا ان انتوا تخلوها كلها مقاس واحد عشان تطلع مظبوطة في النهاية. طبعا الاولانية دي طلعت معايا صغيرة فانا شلتها تاني اهو كده زي ما انتوا شايفين. ده اللي هو بالشوكولاتة، وعندي اللي هو العادية اهو. برضو هبدأ ان انا اشكلها ونحاول برضو نخليها نفس المقاس ديت. هبدأ ان انا احط عليها شوكولات شيبس اهو كده زي ما انتوا شايفين. هجيب الشوكولات شيبس بتاعي وابدأ ان انا اعملها بايديا كده عشان يفضل ثابت. طبعا بقى اكمل باقي الكميه وارجع لكم كده بعد ما خلصت الكميه بتاعتي كلها. اللهم بارك. طبعا عملت كميه كبيره هنا اهو. لازم نحط في الصينيه يكون اللي هي الفانيليا والشوكولاته طبعا عشان الفانيليا هي اللي بتبين كده. عندي بعد ما طلعت من الفرن كده بسم الله ما شاء الله ده الشكل النهائي.
طبعا ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ودي كانت وديت طبعا كانت وصفة النهاردة. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان طبعا تشجعوني اعمل لكم وصفات احلى واحلى. وطبعا اللي محتاج حاجة زي ما اتفقنا يكتبها في الكومنتات، وان شاء الله الحلقة الجاية